حبايبي طلاب اولى اعدادي، اهلا بكم في قناه ذاكر مع بيبو. اتمنى تكونوا بالف خير وسلامه. معاكم المستر ابو سعد، والنهارده نشرح فيديو جديد ودرس جديد باذن الله. لو انت مش عارف القناه بتاعتنا، احنا الحمد لله شرحنا لك المنهج كله وحلل لك عليه تمرينات من الملزمه بتاعتنا. هتلاقي قائمه تشغيل كده خاصه بكل الفيديوهات بتاع سنه اولى، هسيبها لك في الوصف بتاع الفيديو، خش اتفرج عليها براحتك. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان لما ننزل كل فيديو يوصل لك اشعار بان الفيديو ده نزل واعمل لايك كده بالمرة وانت بتعمل اشتراك. الدرس الثالث اخر درس في الوحدة الاولى، درس مهم جدا اسمه النبات الطبيعي والحيوان البري. يا ريت لو انت مش مذاكر درس الاقاليم المناخية، روح ذاكره الاول وشوف الدرس ده الاول، بعد كده تعال اسمع الدرس بتاع النبات الطبيعي والحيوان البري عشان هما الاتنين مربوطين ببعض. تمام. يعني نبات طبيعي. نبات طبيعي من اسمه كده بينمو من عند الله، يعني الانسان ملوش دخل في النبات ده، يبقى هو نبات ينمو دون تدخل الانسان. طب كده بيطلع كده منه لله؟ لا، بيطلع او بينمو نتيجة تفاعل عناصر المناخ مع التربة. ايه هي عناصر المناخ؟ حرارة، امطار، رياح. الحرارة طبعا بتتفاعل بتسخن بخار الماء، بخار الماء بينزل على شكل مطر، المطر بينزل على التربة بيطلع لنا النبات الطبيعي ده. تمام. عندنا انواع مختلفة من النبات الطبيعي. طب ايه اللي خلى عندنا انواع مختلفة؟ يعني ايه اللي خلى في تنوع في النبات الطبيعي؟ بما تفسر تنوع النبات الطبيعي ده بسبب حاجتين. طبعا بسبب اختلاف درجات الحرارة واختلاف كمية الامطار. كل ما درجة الحرارة اختلفت كمية المطر هتختلف. احنا عارفين ان درجة الحرارة مرتبطة او الامطار مرتبطة بدرجات الحرارة. درجة الحرارة كانت غزيرة او مرتفعة، بالتأكيد الامطار هتكون مرتفعة، والعكس صحيح. فالمنطقة اللي فيها حرارة منخفضة هتكون فيها حشائش مش كثيفة، حشائش بسيطة. ايوه اي نعم، هتكون فيها نبات طبيعي بس مش بنفس الدرجة اللي فيها حرارة مرتفعة وأمطار غزيرة، هتكون طبعا مختلفة. طبعا أنواع النباتات الطبيعية عندنا غابات، عندنا حشائش، عندنا نباتات صحراوية. لو بركزت كده معانا في الصورة هتلاقيها شرحت الدرس وحدين. الغابات طبعا معروفة اهي، عبارة عن أشجار طويلة جدا. الحشائش عندنا نوعين منها، عندنا حشائش الاستبس وحشائش السفنة. حشائش الاستبس ده حشائش طويلة زي اللي فيها الأسد دي، هي دي حشائش السفنة. وحشائش الاستبس ده حشائش قصيرة. النباتات الصحراوية معروفة زي التين الشوكي، زي النخيل، هنعرفهم وندرسهم في الدرس. نبدأ أول حاجة بالغابات. تعريف الغابة إيه؟ سهل جدا، أراضي بها تجمعات شجرية ضخمة وكثيفة ومتشابكة. أرض فيها أشجار كثيرة ضخمة وكثيفة ومتشابكة، سهل جدا. إيه أهمية الغابات؟ الأشجار دي أهميتها إيه؟ طبعا هي مصدر للأخشاب وساعات للثمار، صح؟ مش ممكن تلاقي فيها فواكه، تفاح مثلا، فهي مصدر للأخشاب والثمار. كمان تخلص الإنسان من الملوثات اللي موجودة فين؟ في الأرض. تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون، والغاز ده مضر للإنسان، بيضر بصحة الإنسان، فهي بتمتصه وبتطلع لنا إيه؟ بتطلع لنا الأكسجين. وأظن إنك خدت الكلام ده في العلوم. يبقى أهمية الغابات تكمن في حاجتين، إن هي مصدر للأخشاب والثمار، وكمان بتخلص الإنسان من الملوثات من خلال امتصاصها الغاز ثاني أكسيد الكربون. الإنسان بقى أزال مساحات واسعة من الغابات. ليه؟ بما تفسر السبب إيه؟ ليه الإنسان غطى على الغابات وأزال مساحات واسعة من الغابات؟ طبعا عشان يستفاد بالأخشاب بتاع الإيه؟ بتاع الغابات دي، يستفاد بالخشب. ما أنت السرير بتاعك، المكتب، كل الأساس اللي موجود في البيت كله مصنوع من الخشب. فانت هتجيب من الخشب غير لما تقطع الاشجار او لما تقطع الغابات. يبقى بما تفسر ازال الانسان مساحات واسعه من الغابات. ايه السبب؟ ليستفيد باخشاب الغابات دي. وايه كمان؟ قال لك علشان اوسع مكان لاحلال الزراعه، يعني عشان ازرع نباتات مختلفه غير الغابات. ما الغابات كده كده نبات طبيعي، انا عايز اعمل ارض زراعيه واسعه عشان ازرع مكان الغابه دي زراعه، مثلا ازرع الجوت، ازرع الجوت، ازرع الذره، ازرع القمح، اللي انا عايزه بقى. تمام. قال لك ايه بقى؟ ايه النتائج المترتبه على قطع الغابات او ازاله الانسان مساحات واسعه من الغابات؟ ترتب على ذلك ايه؟ احنا لسه جايين فوق ان الغابات دي
بتمتص ثاني اكسيد الكربون اللي هو مضر بحياه الانسان، وبتطلع لنا بتطلع لنا ايه الاكسجين اللي احنا ايه بنتنفسه. فلما انت بتقطع الغابات دي ايه اللي بيحصل؟ بيحصل خلل في النظام البيئي. يحصل خلل في النظام ايه البيئي، في طيور هتموت، في بني ادمين هتتاثر، صحتنا هتتدهور. في طيور وحيوانات كانت عايشه على الشجر وعايشه في الغابات دي، انت لما بتقطع الغابه الطيور دي كده اهو بتموت، لا بتهاجر لا بيحصل لها انقراض. زي تاني إجابة معانا، اختفت أنواع كثيرة من الحيوانات والطيور. في حيوانات كتيرة هتختفي، هتنقرض، لأنها عايشة على الغابات دي، عايشة في الغابات اللي أنت قطعتها. كمان درجة حرارة الأرض هترتفع، ارتفاع درجة حرارة الأرض ليه السبب؟ عشان هي بتمتص ثاني أكسيد الكربون، وخلي بالك ده غاز مضر بالصحة وبيخلي كده إيه؟ بيخلي الجو درجة حرارته مرتفعة. لما الأشجار دي تنقطع أو الغابات دي يتم ازالتها، طبعا ثاني اكسيد الكربون هيبقى بكميات رهيبه في الجو، فالحراره هتكون مرتفعه، وده هيأثر علينا احنا كبشر. فده سؤال مهم جدا لازم تخلي بالك منه. عندنا بقى انواع الغابات، عندنا غابات استوائيه، غابات البحر المتوسط، الغابات النفضيه، والغابات الصنوبريه. نعرف كل واحده بتنمو ازاي، وايه انواع الاشجار في الغابات دي، وايه الحيوانات اللي بتعيش فيها. اول حاجه الغابات الاستوائيه، من اسمها موجوده فين؟ طبعا موجوده على في المنطقه او في الاقليم الاستوائي، يعني حوالين او على جانبي خط الاستواء. ده موقعها، العنوان بتاعها فين؟ حوالي او على وقع على جانبي دائره الاستواء. خصائصها ايه؟ قال لك ان الغابات الاستوائيه ديت دائمه الخضره وكثيفه. ليه؟ طبعا عشان المطر غزير جدا، المطر طوال العام وغزير، فطبيعي تكون كثيفه وتكون دائمه الخضره. ايه انواع الاشجار في الغابات الاستوائيه؟ عندك المطاط، شجر المطاط ده انت درسته قبل كده، اللي بيصنعوا منه اطارات السيارات، بنطلع منه ماده لزجه كده، ماده عامله زي البلاك كده، بنحط عليها كيماويات وبنعمل منها الكاوتش بتاع العربيه، ده المطاط. وكمان في اشجار الكاكاو واشجار المهوجني. دي انواع الاشجار اللي موجوده في الغابات الاستوائيه. الحيوانات اللي بتعيش في الغابات ديت، عندنا الزواحف. الزواحف معروفه طبعا زي الثعابين. عندنا القردة، الجرد اللي قدامك في الصوره ده. عندنا الطيور الملونه الجميله جدا دي اللي بنروح نستوردها من هناك، بنصطادها من هناك بعد كده بنبيعها. ده بالنسبه للغابات الاستوائيه. يبقى الغابات الاستوائيه دي موجوده فين؟ عند دائره الاستواء. الغابات الاستوائيه دي دائمه الخضره ولا ليست دائمه الخضره؟ طبعا دائمه الخضره وكثيفه. ايه الاشجار اللي ضمن الغابات الاستوائيه؟ المطاط، الكاكاو، المهوجني. الحيوانات ايه؟ الزواحف والقردة والطيور الملونه. بعد كده غابات البحر المتوسط موجوده فين؟ من اسمها ضمن اقليم البحر المتوسط. ضمن اقليم البحر ايه؟ المتوسط. طب اقليم البحر المتوسط ده ضمن الاقاليم المعتدله البارده ولا الدفيئه؟ طبعا الاقاليم المعتدله الدفيئه. تمام، انت معايا؟ طب فين بالظبط؟ اقول لك في السهول والاوديه. في السهول والاوديه اهو. الغابات البحر المتوسط دي هي زيها زي ايه؟ زي الغابات الاستوائيه دائمه الخضره. ليه؟ طيب عشان هي قريبه من البحر المتوسط وفي امطار غزيره في المنطقه دي، فهتكون دائمه الخضره. ولكن غابات البحر المتوسط دي تتحمل الجفاف اكتر من الغابات الاستوائيه. طب السبب ايه؟ حد يعرف؟ الغابات الاستوائيه تحس ان هي متدلعه كده، طوال العام في امطار، لكن غابات البحر المتوسط لا، ده في مطر بس في الصيف بس. طب في الشتاء بتعمل ايه؟ بتمتص المياه من التربه دي بجوارها البحر المتوسط، فهي لو عطشت هتشرب من البحر. زي ما بقول لك، لو انت عطشان اشرب من البحر. هي الاشجار بتعمل بالمقوله دي. ايه انواع الاشجار الموجوده في غابات البحر المتوسط؟ عندنا الزيتون والفلين. الزيتون والفلين. الحيوانات هي الاغنام والماعز. الحيوانات اللي موجوده في اقليم البحر المتوسط او في غابات البحر المتوسط هي الاغنام والماعز، يعني الماشيه بالمعنى البلدي. اخر نوع معانا او قبل اخر نوع من الغابات عندنا الغابات النفضيه. الغابات النفضيه سميناها ليه بالغابات النفضيه؟ لانها بتنفض اوراقها في فصل الخريف والشتاء. بتنفض اوراقها في فصل ايه؟ الخريف والشتاء، اللي تلاقي الورق كده بيسقط في فصل الخريف والشتاء.
موجودة فين الغابات النفضية؟ قال لك موجودة في المناطق المعتدلة الباردة. في المناطق المعتدلة ايه الباردة؟ احنا لسه واخدين المناطق المعتدلة الدفيئة اللي هي من ضمنها غابات البحر المتوسط. لكن الغابات النفضية دي موجودة فين؟ قال لك موجودة في المناطق المعتدلة الباردة. ركز معايا. ايه انواع الاشجار الموجودة هناك؟ هتلاقي الزان والبلوط. طبعا انتوا عارفين البلوط، لكن الزان ده عبارة عن اشجار صلبة جدا. بنعمل منها ادوات يعني كده، وبنحتاج الاخشاب بتاعتها غاليه جدا، وبتخش في صناعات عديده. يبقى الاشجار زي الزان والبلوط حيواناتها، الحيوانات اللي بتعيش في الغابات النفضيه، قال لك الطيور، السناجب، القطط، دي كلها حيوانات بتعيش في الغابات النفضيه. تم ازاله مساحات كبيره من الغابات النفضيه وحل محلها الزراعه، عشان الانسان لقى ان الاشجار ديت بتنفض اوراقها فصل الخريف والشتاء، فعلى طول بيتم قطع هذه الغابات وبيحل محلها الزراعه. الزراعه. اخر نوع من الغابات هو الغابات الصنوبريه او المخروطيه، اللي هي شبه اللي بتبقى في الكريسماس او في راس السنه، اللي هي زي اللي في الصوره اللي قدامك دي، شكلها مخروطي كده. ليه ربنا خلاها شكلها مخروطي كده؟ قال لك لان هي عشان هي موجوده فين؟ موجوده في المناطق البارده اللي بيكون فيه ثلوج. فالشكل المخروط اللي قدامك ده، اللي قدامها اللي ربنا خلاها كده، جعلها كده، ده مش بيخلي الجليد يتراكم عليها ويسقط الفروع بتاعتها مش بتسقط. ليه؟ قال لك بسبب اوراقها المخروطيه، شكلها المخروط اللي قدامك ده. الاشجار دي دائمه الخضره. يبقى احنا عندنا الغابات دائمه الخضره ايه؟ الغابات النفضيه، الغابات الصنوبريه، وغابات البحر المتوسط، والغابات الاستوائيه. لكن الغابات النفضيه دي بتنفض اوراقها، يعني ليست دائمه الخضره. عندنا في الغابات الصنوبريه نوعين من الاشجار، الصنوبر والشربين. والحيوانات مثل الثعلب القطبي اللي هو زي اللي في الصوره اللي قدامك ده، اللي شكله كيوت ده الثعلب القطبي. موجود فين؟ موجود في الغابات الصنوبريه. طبعا في حيوانات كتير، بس احنا بنختار اشهر حيوان موجود في الغابات دي. ده بالنسبه للغابات. ننتقل بعد كده للحشائش. للحشائش. عندنا نوعين من الحشائش. عندنا حشائش السافانا والحشائش المعتدله. تعريف الحشائش ايه؟ قال لك الحشائش دي هي نباتات طبيعيه برضه بتنمو دون تدخل الانسان، بس اقل حجم وكثافه وطول من مين؟ من الشجر. ده طبيعي، كلام طبيعي. الغابات دي ايه؟ او الاشجار دي طويله والحشائش قصيره اقصر منها. وبتظهر الحشائش كلما تناقص كميه المطر. كلما تناقص كميه ايه؟ المطر تظهر الحشائش. عندنا 3 انواع من الحشائش. انواع الحشائش عندنا حشائش حاره، حشائش معتدله، حشائش بارده. يعني ايه حشائش حاره؟ هل سبايسي مثلا؟ لو انا مسكت الحشائش دي وكلتها لقاها طعمها حار، اقول لك لا طبعا غلط. اما ليه يعني حشائش حاره؟ حشائش حاره يعني بتنمو في المناطق الحاره مرتفعه الحراره. حشائش معتدله يعني بتنمو في المناطق المعتدله، معتدله عن طريق الحراره. انا هنا بتكلم عن الحراره. حشائش بارده بتنمو في المنطقه البارده اللي فيها بروده وثلوج. حلو. الحشائش الحاره عندنا السافانا والاستبس وحشائش التندره. السافانا والاستبس دول هتلاقي ان حشائش السافانا دي طويله، حشائش طويله. لكن حشائش الاستبس دي حشائش قصيره زي اللي قدامك دي، اللي بتاكل عليها الابقار والاغنام. حشائش السافانا وحشائش الاستبس الاتنين دول بتربى عليها الاغنام والحيوانات. تمام. تعال نعرف واحده واحده. الحشائش الحاره موجوده فين؟ قال لك موجوده فين؟ في الغابات الاستوائيه او في المنطقه الاستوائيه. خصائصها ايه؟ قلت لك اللي هي طويله، تختلف في الكثافه بتاعتها حسب كميه المطر طبعا، حسب ما المطر هيسقط. بس المعلومه المهمه والسؤال المهم في حشائش السافانا، الجزئيه المهمه يعني، ان حشائش السافانا دي بنعتبرها حديقه حيوان طبيعيه. بما تفسر ليه السبب ده اللي احنا بنقول ان حشائش السافانا دي حديقه حيوان طبيعيه؟ قال لك لان فيها حاجتين. فيها حيوانات اكله عشب بتاكل العشب اللي في الارض ده، وفي حيوانات اكله لحوم
زي الاسود اللي بياكلوا الغزاله قدامك ده. حيوانات اكله العشب زي ايه؟ زي الزرافه بتاكل اعشاب، الزرافه مش بتاكل لحم. زي الغزلان الغزاله. زي الفيله، الفيل بياكل حشائش مش بياكل لحوم. حيوانات اكله اللحوم زي ايه؟ زي الاسد، النمر، الضبع. عشان كده بنقول اللي هي حديقه حيوان طبيعيه، حديقه حيوان طبيعيه ربنا اللي خلقها، فيها حيوانات اكلت عشب وحيوانات اكلت لحوم. طب حشائش الطنطار او حشائش الستبس اللي هي الحشائش المعتدله، الحشائش المعتدله دي بتنمو فين؟ طبعا بتنمو في المناطق المعتدله. هل المعتدله الدافئه ولا المعتدله البارده؟ قال لك لا، المعتدله الدافئه. وبالظبط كده في اواسط القارات، يعني في وسط القارات. تمام؟ حشائش الستبس دي حشائش قصيره زي ما قلت لك، وحشائش لينه، يعني الحيوانات تقدر تاكلها. عشان كده بتصلح ان هي تكون مراعي طبيعيه، تصلح ان هي تكون مراعي ايه؟ طبيعيه، بتعيش عليها الاغنام والمشايه مثل الابقار. دي حشائش الستبس، الحشائش البارده. اخر نوع معانا في الحشائش هي الحشائش دي معتدله، انا اسف، اللي هي حشائش الستبس. اخر نوع اللي هو الحشائش المعتدله، الحشائش البارده، انا اسف. الحشائش البارده اللي هي اسمها الطندره، حشائش الطندره، موقعها فين؟ طبعا في الاقليم البارد اللي هو عند دائره عرض كام؟ 90 شمالا وجنوبا. طبعا هتكون هنا في امطار؟ لا. في تربه تنمو فيها النبات؟ لا، ده عباره عن ثلوج قدامك. طب ايه النبات اللي هيطلع؟ ايه الحشائش اللي تطلع هنا؟ جالك عباره عن طحالب وحشائش سريعه النمو. سريعه النمو يعني بتنمو بسرعه وعلى طول بتموت، يعني بتنمو في فصل الصيف القصير. فصل الصيف احنا عارفين ان هو قصير، فصل الشتاء كبير طويل. بتنمو في فصل الصيف وسرعان ما تموت في فصل ايه؟ الشتاء. اول ما الشتاء تيجي تلاقي النبات ده مات. بسبب ايه؟ طبعا بسبب قراصه البروده او البروده الشديده اللي في فصل الشتاء، بتموت النباتات دي. طب ايه الحيوانات اللي بتعيش عليها؟ قال لك حيوان اسمه حيوان الرنه او الكاريبو. الرنه ده اللي شبه اللي كان في العربيه بتاع بابا نويل. حيوان الرنه او الكاريبو دي الحيوانات اللي بتعيش في الحشائش البارده. كده احنا خلصنا الحشائش، نخش على اخر نوع معانا، النباتات الصحراويه اللي هي في الصحراء. يعني احنا عارفين ان الصحراء دي ارض جافه وشبه خاليه من النباتات الطبيعيه، ارض جافه كده، صحراء يا جدعان، صحراء. تنمو فيها، قال لك تنمو في الصحاري مع نادره المطر، اللي هي نادره المطر. احنا عارفين طبعا الصحاري نادره المطر. النباتات اللي بتنمو في الصحاري دي طبعا ليها ظروف معينه. ليه؟ بسبب قسوه المناخ. عندنا نباتات تتحمل ظروف وقسوه المناخ من خلال طول الجذور بتاعتها، زي النخل ده، النخيل اللي طلع في الصوره اللي قدامك ده. وعندنا نباتات تتحمل جفاف الميه، بتقدر تخزن المياه، زي التين الشوكي. التين الشوكي زي الصوره اللي قدامك ده. عندنا نباتات بتخزن الميه زي ما احنا قلنا التين الشوكي، والصبار برضو بيخزن الميه بتاعته. يبقى احنا عندنا نباتات بتحمل قسوه المناخ بسبب جذورها الطويله زي النخيل. وعندنا نباتات طبيعيه بتقدر تخزن الميه زي التين الشوكي والصبار. ايه الحيوانات اللي بتعيش في الغابات الصحراويه او في النباتات الصحراويه؟ قال لك الابل اللي هي الجمل، حاجه سهله جدا وطبيعيه، الجمل مفتاح الصحراء. عندنا الوعول ده ايه؟ حيوان كده بين المعيز والخرفان، او بين المعيز والغزلان، بين الاغنام، الماعز والغزلان. اهو الحيوان اللي قدامك ده اسمه الوعول. بتعيش فين؟ بتعيش في الصحراء وسط النباتات الصحراويه، بتتغذى على النباتات الصحراويه. ايه تاني اللي موجود في الصحراء؟ عندنا الجرذان اللي هي الفئران، شبه الفار الكيوت اللي قدامك ده. عندنا الزواحف زي السحلية اللي قدامك دي، وزي الحنوشة والعقارب. كل دي بتعيش فين؟ بتعيش في الغابات الصحراوية او في النباتات الصحراوية. وبكده يكون الدرس بتاعنا خلص. اتمنى تكونوا استفدتوا، انا حاولت الخصه لكم كده واسهله لك عليكم، واتمنى تكونوا استفدتوا. لو استفدت تحطوا لايك واشتراك، وتدعوا اصحابك كده ان هم ياخدوا لفة وجولة كده في القناة، يمكن تستفاد وتاخد حسنات. عايزين اي حاجة؟ مع السلامة.